السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة كده إن شاء الله معايا فيديو حلو إن شاء الله يعجبكم يا رب. فوائد الحلبة. أنا كنت عاملكم فيديو لفوائد اليانسون، وعايزة أقول لكم اللي هو فيه فوائد كتيرة جدا. الحلبة كمان هتعجبكم قوي بأمر الله. عايزه اقول لكم اللي هو في ناس كتير قوي بتستهون بيه، وهو يعني سبحان الله ربنا برضو اي حاجه من اي عشب من الاعشاب فيها فوائد كتيره قوي، وممكن كمان تكون افضل بكتير من الادويه نفسها. انا عن نفسي ما بحبش العلاج، لكن بحب الحاجات دي الطبيعيه زي اليانسون، زي الحلبه، زي الشمر واليانسون مع بعض بيهدي القولون. هنا دلوقتي بقى النهارده سموا كده بسم الله، حط لايك وصلي على الرسول في الكومنتات. تمام. هنا عايزه اقول لكم اللي هو الحلبه ديت بتقلل الكوليسترول في الدم، بتقلله جدا. طبعا حلو جدا، وقايه من امراض القلب، وفي نفس الوقت طبعا بتتحكم في مستوى السكر في الدم. بتحسن الهضم والتخلص من عسر الهضم. يعني لما يكون في مثلا عندك عسر هضمي دوت بيحسن الهضم جدا كتير قوي عندك. طبعا علاج للارتجاع المريئي، يعني اللي عنده ارتجاع مريء دوت برضو بيهدي جدا. وسبحان الله في علاج، في حاجات كتيرة قوي زي ما انتوا يعني خشوا كده على جوجل هتلاقوا حاجات كتيرة، ممكن يكون كمان اكتر من اللي انا هقوله النهارده. عايزه اقول لكم كمان اللي هو بيساعد في خفض الوزن، وهقول لكم برضو معلومه تانية دلوقتي. وعلاج الالتهاب الحلق، يعني اللي عنده برضو التهاب على اللوز او كده، دوت برضو بيهدي جدا. برضو زيه زي اليانسون بالظبط، اللي هو بيعمل زيادة في حليب الرضع، يعني الأم اللي بترضع دوت بيزيد برضو اللبن للرضاعة. عايزة اقول لكم كمان معالج لمشاكل البشرة. يعني كل ما بتشربي منه كل ما بيعالج البشرة. الحاجة التانية اللي هو بيزيد نمو الشعر ولمعانه والتخلص من القشرة اللي في شعرك. عايزة اقول لكم اللي هو بسم الله ما شاء الله اي عشب من الاعشاب هتلاقي فيها فوائد كتيرة جدا جدا جدا. يعني انا ممكن دلوقتي اكون قلت لكم اكتر من 11 فايدة، ممكن اكون عديتهم كمان. عايزه اقول لكم بقى معلومه، او مثلا ايه، في ناس متعرفهاش. في ناس تقولك هي الحلبة بتزود الوزن ولا بتقلل الوزن. آه عايزه اقول لكم اللي هو اللي عايز يتخن بيحط على الحلبة ديت عسل، العسل الاسود، بيعملها بالعسل وباللبن زي المغاد كده، وبألف هنا وشفا. واللي عايز يخس ما يحط السكر خالص. وسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.